تمرده أسموه عفريت، فإذا زاد تمرده أسموه عفريت. وقد جاء في الخبر الصحيح كما روى مالك في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أحد أصحاب أبي سعيد دخل على أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في المدينة فوجده يصلي، فجلس ينتظره، فإذا بحية في عراجين البيت في سقف البيت تتحرك، فهم هذا التابعي ليقتلها، فأشار إليه أبو سعيد رضي الله عنه أن امكث مكانك، فمكث. فلما فرغ من الصلاة أخذه أبو سعيد بيده وأخرجه من الدار وأشار إلى دار غير بعيدة، قال: أترى هذه الدار؟ قال: نعم. قال: إن هذه الدار كانت لشاب منا معشر الأنصار، وكان حديث عهد بعرس أيام غزوة الأحزاب، فكان يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أن يفيء إلى بيته لأنه حديث عهد بعرس. وذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم: خذ سلاحك معك فإني أخشى عليك يهود بني قريظة. فرجع، فلما رجع إلى بيته وجد عروسه زوجته خارج الدار، فأصابته الغيرة والحمية فأخرج سيفه، فالعروس لتدافع عن نفسها أشارت إلى من بالدار أي ادخل حتى تجد لي عذرا، فدخل فوجد حية قد التوت على فراشه. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: قال: فضربها الفتى بسيفه فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الشاب أم الحية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه 3. والتحريج أن تذكر هذه الحية أو أمثالها 3 أيام أو 3 مرات، ثم إن لم تخرج تقتل.